5 أشياء هنندم عليها ساعة ما ماتنا. خلينا الأول نبدأ بسم الله والصلاة على رسول الله. إيه هما ال5 أشياء اللي إحنا هنندم عليهم ساعة ما نيجي نموت؟ أولا مش شرط ال5 حاجات دي تبقى متوفرة في أي حد فينا أما يجي أعزنا وأعزكم الله ساعة الموت. والموت يا جماعة الحقيقة الوحيدة الموجودة في حياتنا. ممكن تلاقي عندك حاجة، ممكن تلاقي عندك حاجتين. فانا بقول الفيديو ده ليه؟ عشان لو عندك حاجة من الحاجات دي تحاول تخلص منها او تحاول ما تعملهاش عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم ان شاء الله. اول حاجة موجودة في القرآن الكريم اللي هي ايه؟ كم اتمنى ان يطول الله في عمري لأصدق واعمل الصالحات. زي ما ربنا قال: ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. العمل الصالح يا جماعة مهم جدا، ان انت تتصدق حاجة مهمة جدا. ممكن حتى لو عندك حد ميت ممكن تصدق له. الصدقة الحاجة الوحيدة اللي بتوصله ممكن يكون متعلق على صدقة واحدة، ربنا يجعلها في ميزان حسناته ويدخله الجنة. فالصدقة مهمة جدا في الدنيا للي عايش وللي مات. دي أول حاجة البني آدم هيندم عليها أو هيفكر فيها ساعة ما ماته، أو ساعة ما يحس اللي هو بيموت. اللي هو يندم هيبقى يترجى ربنا سبحانه وتعالى اللي هو يطول في عمره حتى لو قليل عشان يتصدق. فده يدينا أهمية الصدقة في الدنيا. الحاجة التانية: كم كنت أتمنى أن أعيش الحياة التي أردتها لنفسي لا الحياة التي تمناها للآخرين. يعني إيه يا جماعة؟ يعني أنت حاول تعيش الحياة اللي أنت حاببها، الحياة اللي أنت شايفها في راحتك. والكلام ده للناس، الكلام هنا للناس العقلاء. يعني هيجي واحد يقول لي انا كان نفسي اطلع بلطجي، انا كان نفسي اطلع الكلام ده يا جماعة انا بخاطب اصدقائي وعائلتي العقلاء. السؤال هنا: كم واحد فينا عايش حياته كما يريد؟ فانت السؤال ده لك، كل واحد يسأله لنفسه. ونحاول نعيش على قد ما نقدر زي ما احنا عايزين، مش زي ما الناس عايزانا نعيش. الحاجة التالتة: كم كنت أتمنى لو لم أبذل كل هذا الجهد في الشغل وضياع الوقت في جمع المال. لأن غالبيتنا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا دي مش عشان نجمع مال وعشان نشتغل. الكلام ده مش بقوله عشان تقعد وما تشتغلش، لا، اسعى واشتغل وكل حاجة، بس ما تضيعش وقتك كله وحياتك كلها في الشغل ويبقى مبتغى حياتك اللي انت كل اللي انت عايش عشان خاطره اللي انت تجمع مال. لا، الحياة مش كده، وربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش في الدنيا عشان كده. ان الوقت بيعدي بسرعة يا جماعة، الوقت بيعدي اكثر مما تتخيل. والكذبة اللي لدينا كلنا اللي احنا ايه لسه قدامنا الوقت كتير. لا، انت مش ضامن يا حبيبي، انت مش ضامن قدامك قد ايه. الموت بيجي في لحظة. فانت ما تبقاش من الناس اللي كل مبتغاها اللي انت تجمع مال. المال ده ما انت في الاخر هتموت وهتسيبه برضه، مش هتستمتع بيه. تفهمني؟ فانت دايما خلي حياتك مش هي دي مبتغى ربنا. خلينا الدنيا دي عشان نعبده ونعمل الخير. ماشي، انت شغلك انت اسعى في شغلك واشتغل، بس ما تضيعش كل حياتك في الشغل وجمع المال. هتيجي هتندم بعد كده. الحاجة الرابعة هتيجي: كم كنت أتمنى أن لو كان لدي الشجاعة للتعبير عن مشاعري بصراحة. والكلام هنا يا جماعة موجه للناس المنافقين اللي هم بيقولوا الكلام اللي الناس عايزاه تسمعه منهم، اللي الناس بتحبه، والناس برضو اللي عندها جفاف في التعامل، والناس اللي عندها جفاف في العطاء. ال 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 الشرط ده او الحاجة اللي هتيجي تندم عليها دي موجهة للناس المنافقين والناس اللي بيقولوا الكلام اللي هو مش زي ما الناس عايزة، بس مش زي ما هو شايف عشان يرضي بس اللي حواليه. دي هتيجي تندم عليها برضو ساعة ما ماتك. فانت حاول لو الخاصية دي عندك، حاول تعيش بشجاعة وتعبر عن مشاعرك بصراحة مهما كانت العواقب عشان ما تخسرش نفسك.
ان دايما يا جماعه البني ادم اللي زي كده بيخسر نفسه، بيخسر نفسه في الدنيا وبيخسر نفسه في الاخره، وهيندم على الحاجه دي. الحاجه الرابعه اللي هي ليتني تركت نفسي اشعر بالسعاده والقيام بالمغامرات، وان مشاغل الحياه لم تبعدك عن احبابك واصدقائك. ان الدنيا يا جماعه زي ما احنا قلنا، الدنيا العمر قصير، مهما طال بيك الزمن. هتعيش كام سنه؟ 60 سنه، 70 سنه، 80 سنه، ايا كان اللي هتعيشه، فالحياه قصيره. خلينا ناخد منهج حياتنا في آية قرآنية اللي هي إيه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فهنا مبدأ الحياة العمل الصالح. مبدأ الحياة إن أنت تكون غني بأفعالك، غني بأفعالك وليس أموالك. كم من ملوك وكم من عظماء وكم من ناس معها مليارات ماتوا. هل الناس دي، هل انت متأكد واثق ان هم كانوا سعداء في حياتهم؟ فالمال هنا مش السعادة. السعادة هي الإيمان بالله. خلينا نصحح مفهوم المتعة في الحياة. المتعة الحقيقية مش المتعة الوهمية. المتعة الوهمية تورثك الهموم والمشاكل والبغضاء، وتورثك الخوف والاكتئاب. فخلينا يا جماعة دايما يبقى منهجنا في الدنيا هي الآية اللي قلت لحضراتكم عليها دي: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. والله المستعان.